بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. المكياج، أيوة أنت سمعت صح، أنا بتكلم النهاردة عن المكياج. في قول بيقولوا كده إن قبل ما المعابد تعرف الألوان عرفت أوجه النساء الألوان. يعني المكياج ده حاجة قديمة قوي قوي، لأن في طبيعة المرأة تحب إنها يكون شكلها لطيف ومستحسن، حاجة في غريزتها. لكن أنا عايز أتكلم عن المكياج الروحي. يعني إيه المكياج الروحي؟ أوقات كتيرة قوي إحنا بنهتم إن إحنا نحط مكياج علشان الناس تشوفنا في صورة حلوة. المكياج ده أنواع، يعني ممكن أتكلم عن نفسي شوي أو أتكلم عن إنجازاتي شوي فالناس تمدحني فانبسط، زي بالظبط الست اللي تحط مكياج والناس تمدح جمالها وتنبسط. لكن في حاجة أعمق من كده، يا ترى ربنا رأيه إيه؟ من أكتر الآيات اللي تخلي الإنسان يهتم بمكياجه الداخلي أو نقائه الداخلي آيتين. الآية الأولانية اتقالت أيام اختيار الملك شاول، أيام داود. قال كده أن الإنسان ينظر إلى العينين أما الرب فينظر إلى القلب. يعني الإنسان بيبص على الوش وبيبص على العينين وبيبص على الكيان الخارجي، لكن الحقيقة ربنا بيبص على القلب. وفي حاجة كمان، آية بتتقال في سفر الرؤيا، والآية دي بتقول أنا عارف أعمالك. يعني مش مهم انت داهن ايه من بره، مش مهم الناس تقول عليك انك انت أفضل كاهن أو أفضل أسقف، المهم أنا اللي بشوف الخفاء بتاعك هجازيك علانية. علشان كده الإنسان الروحي الأولويات عنده واضحة، مهتم قوي برأي ربنا فيه. صحيح مش معنى كده أقول مش مهم رأي الناس، ما هو مش صح كمان أعثر الناس أو يكون سلوكي سلوك معيب، لا، نفعل هذه ونترك تلك، لكن نرتب الأولويات صح. إن المهم ربنا يكون شايف نقاوة قلبي، محبتي، محاولتي ضد نفسي إن أنا زي أقمع جسدي وأقمع ذاتي وأحاول أعتذر لإنسان يكون اتجرح مني، أو أقدم حب، أو أمشي الميل التاني وما اكتفيش بالميل الأولاني. الحاجات دي مش سهلة، بس هي دي الحاجات اللي لو جاز التعبير بتجيب سكور وهتدخلني السما. يا ريت يا رب أهتم بمكياجي الداخلي أكتر من مكياجي الخارجي. أقول لكم إيه؟ صباح الخير.